الو، مساء الخير. اهلا ومساء الخير يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ ممدوح؟ اهلا بحضرتك، كل ربنا يخليك. عايزين نسمع الحكايه ونعرف التفاصيل. الاول برحب بيكي وبرحب بسياده المستشار وليد الفولي. منورك. هو الحكايه بمنتهى البساطه، انا راجل كنت مرشح عضو مجلس الشعب في 2012 وطبعا ممثل، فطبعا انا من احدى القرى لمحافظه الغربيه. فطبعا بصفتي كراجل خدمي فتليفوناتي كلها موجوده مع الناس اهل الدايره كلهم، الواتس بتاعي. فانا فوجئت في يوم من الايام حد بيتصل بيا، السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ ممدوح انا عايز 100,000 جنيه. فبقول له يا باشا هاخد لك 120. فبهزر، رحت لحد صديق ليا ولا حاجه، فلقيت اللي نازل بيها شتيمه تك 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 تك. ايه ده يا ابني في ايه؟ ايه ده يا ابني في ايه؟ ما اعرفش حاجه. وفوجئت لقيته ايه، قفل معايا وكلمني تاني. قال لي بص يا باشا، لو ما جبتش ال 100,000 جنيه و20,000 جنيه كمان هقول لك دول انا هاخدهم ليه. سعادتك هتشوف على الشاشه كده ان شاء الله كده، وتشوف على السوشيال ميديا هتشوف يا باشا محادثات جنسيه وهفضحك واعمل الدنيا. بصراحه طبعا انا امشي يا ابني كذا وكذا وكذا حاجات زي كده. ففوجئت طبعا لقيت حد تاني داخل المداخله عندي بعدها بيومين على الواتس، استاذ ممدوح ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ تمام. مش عارفني؟ لا مش عارفك. قال لي طب خلاص مش لازم تعرفني. قلت له مفيش مشكله، خلاص تحت امر حضرتك، خلاص خلص الموضوع. وفوجئت لقيت الناس بيكلموني، الحقيقه يا ممدوح بيه الوضع كذا 1 2 3. ايه يا عم في ايه؟ قال لك ده نازل لك حاجات جنسيه على يا خبر ابيض. طب حضرتك عملت ايه؟ اول حاجه توجهت ليها بعد المحادثات اللي حصلت دي؟ على طول توجهت لسياده المستشار وليد الفولي وقلت له يا سياده المستشار الوضع كذا، طبعا بصفته طبعا محامي العيله عندنا. قلت له سياده المستشار الوضع كذا كذا كذا. ففعلا استعنا بهاكر عربي على طريق سياده المستشار، وفضل من ربنا طبعا توصلنا للي عامل الموضوع ده. وللاسف الشديد انه طلع ولد وزوجته واخت زوجته. ده عصابه بقى. عاملين تشكيل عصابي طبعا. فهو طبعا والموضوع دلوقتي بينظر في المحاكم في المحكمه الاقتصاديه دلوقتي. فطبعا سياده المستشار قلت له ايه راي معاليك في الكلام ده. فطبعا لما جبنا الهاكر ده ففوجئنا لقينا في محادثات كتيره جدا جدا جدا. برضه الناس كتير من اهل القريه وانا اعرفهم شخصيات محترمه. حضرتك مش اول ضحيه ليه تقصد يعني؟ والله هو كان في ضحيتين وراحوا للاسف الشديد دفعوا، بس طبعا ما رضوش يكشفوا عن نفسهم. انما الهاكر لما شاف المستشار وليد فشفنا الموضوع، لقينا في ناس يعني ناس دفعت، ولقينا في ناس كمان فدفعت من ايه؟ خايفين من الشوشره وخايفين من الفضيحه والسوري في اللفظ يعني في المثل البلدي بتاعنا وكده. فانا لما لقيت في شخصيات لسه بيعد ليها قلت له لا ستوب، انا هاخد الموضوع على عاتقي على فكره، وانا هقفل الصفحه. حتى كان في ادمن الدكتور محمد حواش والاستاذ سليمان غيط، قلت لهم بعد اذنكم ما حدش يعمل بلاغ وحد يقفل الصفحه. ليه يا استاذ سليمان؟ قلت لهم بعد اذنكم في شخصيات ثانيه وانا هفضل للاخر وهستنى للاخر لحد ما الشخصيات دي كلها ما تكشف، عشان حرام. ده في ناس كتير جدا وفي ستات محترمات جدا، فما ينفعش. انا شفت الهاكر لما شاف قلت له لا ستوب لحد هنا يا دكتور محمد سليمان بيه، بعد اذن حضرتك ما تعملش اي بلاغ وما تقفلش الصفحه. وتولى الموضوع طبعا سياده المستشار كتر خيره، طبعا حد جميل جدا. وانا بستغل طبعا الفرصه على الهواء كده وبقول سياده المستشار انا شاكر افضلك جدا 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 جدا، وربنا ما يحرمنا منك. شكرا جدا لحضرتك. كملي. لا اتفضلي. شكرا على مداخلتك وعلى طبعا الكلام وحلو ان احنا نعرف فعلا ناخد حقنا وندافع عن نفسنا، لان هو الموضوع يخوف بيرعب جدا. فانا عايزه بقى حضرتك تكمل لنا التفاصيل. هو طبعا انا بشكر الفنان الجميل ممدوح ياسين بطل مسلسل 7 أرواح. وبالمناسبه هو في المسلسل ده الصوره اللي كانت معروضه ديت كان قايم بدور وكيل النيابه اللي كان بيحقق مع الاستاذ خالد النبوي. فبدايه الحديث معاه لما كلمني في الموضوع ده قلت له انت قمت بدور وكيل النيابه كتمثيل، جهز نفسك بقى عشان تقوم بدور وكيل النيابه معايا على الحقيقه. وفعلا كان متحمس جدا وما خافش من اي فضيحه وما خافش من اي تشهير. وبدانا ان احنا نتتبع الاكونت اللي كان بينشر المحادثات المفبركه الجنسيه الخاصه بيه ديت. فوجئنا فعلا ان هم مجموعه وفي ناس كتير جدا متكلمين معاهم وبيهددوا ناس كتير، وفي ناس دفعت بالفعل، وفي ناس يعني متاخد صور ليهم من الاكونتات بتاعتهم ومعمول على ابلكيشن بيعمل محادثه وهميه على الواتساب اسمه تقريبا فيك واتساب. بيعمل محادثات، ممكن احط صوره حضرتك على الرقم والصوره الثانيه لرقمي ونبدا نعمل محادثه وسكرين شوت وبتحط على الاكونت واكتب اللي انا عايزه. وبالفعل تتبعنا الرقم ده وعملنا بلاغ في مباحث الانترنت، وورد التقرير بتاع الفحص الفني في الاسامي كامله وفي البيانات كامله للشخص اللي بيدير الاكونت ده. وحاليا هي في التحقيقات وقدام المحكمه الاقتصاديه باذن الله.